السلام عليكم. كم مرة جيت تعمل فولو اب مع عميل ولقيت نفسك مش عارف تقول له ايه؟ يعني مش عارف تفولو اب معاه بايه؟ تقول له ايه؟ يعني انا كأسامة بحب فولو اب مع العميل دايما، او اتفقنا احنا بفولو اب مع العميل دايما بفاليو، بقيمة، ببدأ اضيف له قيمة مع كل يعني مرة بتابع بيها مع العميل. طيب انا دلوقتي لو انا المنتج بتاعي مثلا فيه 6 خصائص، بعمل ايه؟ بشرح في الميتنج اول 4 خصائص هو فعلا مهتم بيهم قوي، بيحلوا فعلا احتياج كبير جدا عنده، عشان انقل له الخطوه اللي بعدها واخليه ياخد عرض سعر ويبدا يتفاوض معايا. واسيب يعني خاصيه 5 و6، او معنى صح يعني جزء من الخصائص افولو اب بيها مع العميل. والله مثلا يا استاذ محمد انا لقيت او عندنا ميزه اضافيه ما شرحتهاش في الميتنج، اللي هي الحاجه الفلانيه اللي بتعود عليك بكذا، او بتعود عليك بالنفع من خلال كذا. افولو اب معاه تاني مثلا لو ما ردش عليا او ما استجابش بالقدر الكافي ان احنا ننتقل للمرحله الثانيه بالميزه الاخيره، وهكذا. فاوقات في عملاء بالفعل مش بستجيب وخلاص، انت عملت فولو اب بالمعلومات الاضافيه لكن برضه ما جاش معاك. فده انا ببدا فولو اب معاه بعد بكل فتره، والفتره دي مثلا حسب كل عميل ممكن اسبوعين، ممكن شهر، ممكن اكتر من كده حسب حاله العميل. بفولو اب معاه مثلا وليكن بمعلومه، والمعلومه دي بجيبها مثلا من المقالات اللي احنا بننشرها عندنا على الويب سايت خاص بينا، من المكان اللي هو البلوج بتاع الشركه. او مثلا لو عملنا فيديو في معلومه معينه عن المجال اللي العميل مهتم بيه، ببدا اشاركه مع العميل كفيديو او كمقال مثلا معين، او ايا كان شكل المحتوى عامل ازاي. هنا العميل بياخد معلومه جديده، وفي نفس الوقت بربطه بيا انا وبربطه باسم انا. وفي شركات انا اشتغلت فيها ما كانوش بيشيروا معلومات للاسف خالص، ولا كانوا بيساعدوني في الموضوع ده خالص. فكنت بعمل ايه؟ ببدا اخد مقالات من يعني مثلا يعني من مواقع معروفه جدا لها ثقل، وبتتكلم عن خبر جديد خاص بصناعته ممكن يأثر على قراره، او معلومه جديده ممكن تساعده في شغله، فابدا اشاركها معاه وابدا اقول له انا ممكن اساعده فيها ازاي بشغلي، بس بشكل غير مباشر، في سطر كده او في سطرين اقول له بشكل سريع الموضوع ده ممكن ياثر عليه ازاي، واربطه بشكل ما بيا بشكل غير مباشر. اللي هو والله مثلا اقول له انا حابب اشارك معاك المقال ده، انا شفته في احدى المواقع، وبصراحه شايف ان هو بيساعدك جدا في شغلك، خصوصا ان شاء الله لما تشترك معانا، اللي ده يساعدك من خلال 1 2 3. بحاول بشكل ما اربط المعلومه بي انا، ده لو انا مش بنزل بالفعل حاجه عندي كمقالات او حاجه اقدر اشاركها مع العملاء. لكن لو انت بتنزل كشركه ممتاز، خد المقالات اللي الشركه عندك بتنزلها دي كمحتوى تعليمي وابدا اشاركه مع عملائك. يعني بيجيب معايا بعد فتره من فترات ان العميل اللي مش مهتم ده او اللي مش عنده يعني اهتمام حاليا، بيكون محتاج اللي هو تديه وقته وتديه فرصته، مش محتاج تبوش عليه او مش محتاج تضغط عليه. انت لو ضغطت عليه هو اصلا مش جاهز يشتري او مش محتاجك دلوقتي، فانت مش مضطر تضغط عليه، يمكن يشتري بعد سنه ان شاء الله. يعني تبعت له مثلا كل شهر مره او كل شهر ونص مره، ويشتري لك ان شاء الله بعد سنه، فده عادي جدا. دي حاجه حبيت اقول لكم عليها، مش كل شويه تقولوا عملنا ايه الاخبار النهارده في، لا هو انت مش خطيبت عشان كل شويه تكلموا كده بالطريقه دي. تمام. حبيت اشارك معاكم المعلومه دي، معلومه مهمه جدا جدا بحب استغلها في شغلي. معذره لو انا اتكلم بسرعه، بس دي يعني حاجه موروثه وبحاول اعدلها قدر الامكان، بس في ناس بتعتبرها ميزه يعني. كويس، دي حاجه حلوه يعني. شكرا لكم. احب اسمع رايكم في الكومنتس واعرف بتحلوا الموضوع ده ازاي، حته ان عمي ما بردش عليكم، او انتوا ازاي بتقدروا تعلموه حاجه كل فتره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.